أحب أقول حق جريدة الوطنية تخسن وتعقبون، وأنتم مو هو بكفو تلحقون حسن نصر الله، السيد حسن نصر الله تاج راسكم. هلا أنتم رسمتوها وحطيتوها شوف بالطريقة كذا زين، أنتم مو هو بكفو. وأتمنى كل واحد شيعي موالي لأهل البيت يقطعون جريدة الوطنية قطع باتا، ونشوف احنا ولا انتو. وارجو كل من يوصله الواتساب بهذه الطريقة، انا سامح انها توصل لأكبر مسؤول توصل له زين، واللي يقول في خير يجي يقابلني وجه لوجه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتذر لجريدة الوطن بما صدر مني أشد الاعتذار، ولكن أقول لهم والله وأقسم بالله العلي العظيم أني أنا قلت هالكلام لا شعوريا، وأنا إنسان مريض نفسي أتعالج في مستشفى الأمل. أنا يوم اللي أنا أقول الكلام هذا أقسم بالله كنت فاقد الوعي، لا شعوريا أنا أتكلم في هذا الموضوع. والدليل شوف هذه الأوراق، هذه الأوراق وهذه المواعيد وهذه المواعيد، وأرجو من الله ثم منكم المسامحة والمعذرة بما صدر مني من كلام. واللي يوصل له الواتساب يكفى انه يحطها طالبة داخل على الله ثم عليه انه يحطها على التويتر. وانا اعترف بغلطي، اني انا غلطت، لكن غلطت لا شعوريا، والله لا شعوريا، كنت انا فاقد الوعي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي نقطة واحدة أنا أقول لها، كل واحد مدمن يعالج نفسه، يبادر يعالج نفسه في مستشفى الأمل، أفضل له، والله أفضل له، يعالج نفسه أحسن له قبل لا يصير زي كذا أو أكثر. واطلب من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.